بين كثرة معارضة لسياسات القتل وعصابات التدمير وقلة مؤيدة له. تدور هذه النقاشات حول مجموعة من القضايا التي باتت تطرح لأول مرة بعد أن تجاوز الكثير من الناس حاجز الخوف. أقول أيها الإخوة، ومن حيث المبدأ مثل هذه الحوارات تعبر عن حالة صحية وعن مؤشر على أن هؤلاء الناس قد انتقلوا إلى مرحلة أخرى، مرحلة ما بعد الاستبداد، مرحلة ما بعد الحكم الفردي المخابراتي الظالم الذي لا يعترف بدين ولا بإنسانية مطلقة. هذا يعني أن أناسنا قد تجاوزوا النظام وأسقطوه فكريا، فصاروا يطرحون مثل هذه الحوارات، أسقطوه فكريا وتجاوزوه كخطوة أولى، وسوف يسقط سياسيا كخطوة ثانية، وذلك سوف يكون قريبا بإذن الله تعالى. ولا عودة أبدا أيها الإخوة إلى ما قبل هذه المرحلة، مستحيل، فقد تجاوزناها لما بعدها. طيب، إذا كان الحوار يعبر عن حالة صحية، فأين المشكلة؟ المشكلة تكمن أيها الإخوة في الأساليب عند بعض الناس التي يحاولون من خلالها إفراغ هذا الحوار من مضمونه وحرفه وصرفه عن مساره الصحيح. فبعض الناس المنتفعة اللي لها مصلحة، أي مصلحة كانت هم أدرى بها، حينما يطرح موضوع إسقاط النظام تزلزل أبدانهم. بس يعني ما بيحسن يقول لك أنا ما بحب أحكي بهيك موضوع، مو راكز، هيك بيكون مبين أنه ضعيف مغلوب انسحب. فماذا يفعل؟ يحاول أن يصرف الحوار باتجاه آخر. ما هو هذا الاتجاه الآخر؟ اسمع. أولا الطائفية، بقول لك يا أخي ما بدنا طائفية، مو ناقصنا قتل وتذبيح وموت ودم. سبق أيها الإخوة أن أكدنا في أكثر من مرة في نفس المكان، ونؤكد لمرات أخرى على أن كل الناس العقلاء، كلنا جميعا نرفض الطائفية قولا واحدا وبكل أنواعها، ونقولها بالفم المليان وبالخط العريض وبالصوت العالي. ليس من مصلحة الأكثرية أن تعزف على وتر الطائفية، ومن باب أولى أن يكون ليس من مصلحة الأقلية أن تعزف على نفس الوتر، لأن الطائفية تحرق الأخضر واليابس. فبالتالي لابد من سد فم المسؤولين السوريين والنظام أو الإعلام السوري الذي ومن بداية هذه الثورة ومن اللحظات الأولى كان يعزف على هذا الوتر، وتر الطائفية. فنحن لم نعزف أبدا على وتر الطائفية، ونتحدى نقول لأمثال هؤلاء اذهبوا واسترجعوا اللقاءات والمشاورات والخطابات واعلموا من هذا الذي كان يعزف على وتر الطائفية. كأكثرية في البلد نرفض، ونتمنى من الأقليات أيضا أن ترفض الكلام في الطائفية والتعاطي مع هذا الموضوع. القضية الثانية، يا أخي هذا مسجد، هذا جامع،
تأتي الناس كي تتعلم الدين، لماذا طرح المواضيع السياسية؟ نقول جميل. ومن قال إن السياسة ليست دين؟ ومن قال إن الاقتصاد ليس دين؟ ومن قال إن الاجتماع ليس دين؟ نقول يا أمثال هؤلاء روح صحح مفهومك عن الدين إن كنت تتحدث بمنطق الدين وتؤمن فعلا بالدين. الدين أيها الإخوة قانون ووعاء يشتمل على السياسة والاقتصاد والاجتماع والدين أكبر من كل هذه الجزئيات. هذه جزئيات في الدين ويشتمل على كل وجميع مناحي الحياة. بل جعل الله سبحانه وتعالى، إن كنت تتكلم بمنطق الدين، جعل الوقوف مع المظلوم والفضح والتبري من الظالم وقول كلمة الحق هي أعظم الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. شايف؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنصر واجب. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه. هذا مو دين؟ لا، بنساوي الدين على كيفنا، لما بيعجبنا بناخذ فيه ولما ما بيعجبنا ما بناخذ فيه، واللي بيعجبنا بنساوي دين. وعلى مبدأ هؤلاء نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر بعض الظلمة في كتابه العزيز كفرعون وقارون ونمرود وغيرهم، نقول لا يا رب رجاء، يعني القرآن للدين، اترك لنا هذول حكينا بالدين. لماذا ذكر هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز؟ حتى يعلمنا دروسا كثيرة، منها أن نتبرأ منهم، أن نفضحهم مثل ما فضح ربنا سبحانه وتعالى فرعون وغيره، أن نقف ضدهم وفي وجههم. هذه الغاية، وليست الغاية مجرد التسلية من ذكر قصص هؤلاء. هل يجوز أن نقول لله عز وجل اتركنا من هؤلاء يا رب، هذا القرآن للدين، تعال علمنا الدين؟ إذا كان يصح مثل هذا بمنطق الدين فيصح منطق من يقول حولتم الخطب إلى سياسة. بعضهم حينما تقول له يا أخي هذه مواضيع حاليا يعني ملحة، ينبغي أن تذكر، موت وخراب ودمار يقول لك يا أخي أنت عم تحكي على سوريا بس كمان في عرب. نقول لمثل هذا والله إخوتنا العرب والله هي أشرف من لا نريد أن نكبر بالكلام، على الأقل هؤلاء خرجوا في مظاهرة من المظاهرات، بينما أنت يا سورة قاعد تطبل وتزمر لبشار. زعلان هتلان هم العرب في خطبة الجمعة اتركهم هم مبسوطون، أما أنت اللي مالك مبسوط. لماذا؟ روح ابحث عن الصلة بينك وبينه، بينك وبين بشار. هل هي صلة الافتراس وانتهاك الحرمات والاغتصاب، أم هي صلة الدرهم والدينار، أم هي صلة الوصولية حاطط ببالك شيء شغلة توصلها هناك؟ أنا ما أدري. ابحث عن الصلة بينك وبينه. أما صلاتنا بإخوتنا العرب هي صلات قديمة ربطنا بهم الإسلام والعروبة والأخوة. القضية الفلسطينية درسناها من الصف الأول الابتدائي إلى ما تخرجنا من مدارسنا، وطالما كنا نبكي ونحن صغار عندما كنا نشاهد القتل والتدمير في فلسطين، وكنا نظن أننا مقاومة وممانعة، عندما كبرنا عرفنا أنهم يتاجرون بالقضية الفلسطينية. جاء تعلمنا التلاحم والود روح علم أسيادك اللي كانوا يتاجرون وانفضحوا مؤخرا بمتاجرتهم بأمثال هذه القضايا، واتركنا نحن وأخوتنا العرب فنحن نفهم على بعضنا في هذه القضايا. خليك مع صاحبك بشار أنت. طيب ماذا يفعل بعد أن أغلقت في وجهه كل الحوارات وموقفه موقف ضعيف جدا؟ يقول لك شو يا أخي هذا الشيخ، شو هذا الشيخ خيول يتهدد بالقتل ومستحيل يعني يكون عمله لله، هذا قابض مصاري من السعودية ومن أمريكا وما بارك من وين. نقول له والله ربنا يفتح على جميع العباد. على كل حال
يعني هذه الأسطوانة المشلوخة أتفه من أن الواحد يقف عندها. لكن نعم، هو في مبدئه وفي دينه يتعامل مع النظام تعامل مصلحة، هيك حياته كلها مصلحة. هو ليش واقف مع النظام؟ مصلحة. فهو لا يفهم غير لغة المصالح، لا عنده وطنية ولا إحساس ولا إنسانية ولا دين، ويمكن بعمره ما توجه للقبلة، أو إن توجه يتوجه مداهن للقبلة لمصلحة، يأتي إلى المسجد أيضا. أما نحن مصلحتنا مصلحة إخواننا اللي عم ينداس واللي عم يموتوا واللي عم يجرى دمهم، واللي بيبكي على الفلسطيني والمصري بيبكي على السوري. أمر طبيعي، لأنه كلنا واحد وما عندنا التفرقة هذه أبدا. أما هو يتبع لهذا النظام لمصلحة، فبالتالي يسقط هذا الكلام على غيره. مستحيل أن يعرض الإنسان نفسه لضغوط، وإنه ما زال هذا النظام إن شاء الله ما راح يدوم طويلا موجودا، ما بيستطيع يروح على سوريا. معناته في إن من وراء الموضوع، لأنه لا يفهم بلغة الإنسانية ولا بلغة الدين ولا باللغة الإلهية إن صح التعبير، يفهم بلغة المصلحة فيحاول إسقاطها على نفسه. نقول على كل حال أنتم اتهمتم من في سوريا بأنه بيطلع للمظاهرات بياخذ 1500 ليرة. شوف على التفاهة لحد وين وصلت. واحد بيطلع معرض بأي لحظة لينقنص براسه مشان 1500 ليرة. لك اي والله شعبنا نحن، والله شعبنا واعي نحن، مو بهالغباء شعبنا. نقول لفرع المخابرات الغبي اللي مستلم الفبركة في التلفزيون السوري، ولك تجاوزك الزمن، انت من زمان تجاوزك الزمن. يعني بدك تفبرك ساوي دراما شاطرة مثل الدراما السورية، اما تطالع مقابلات غبية مكشوفة، والله يا صديقي لازم يغيروك ويشوفوا له فرع اخر يشتغل بالتلفزيون بهالفبركه، يكون اذكى نوعا ما، مع اني اشك انه فيهم واحد ذكي ابدا. اما شبيحتهم هاي ما عم تستلم مصاري، هاي عم تشتغل ببلاش. هاي ببلاش، هاي الشبيحه اللي تركت شغلها ولموها وجابوها، انتم بتعرفوا من وين، ودخلوها المدن. هدول يا مريم وأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عايشين على هالمبدأ انهم، شايف؟ ما لهم رواتب ولا عم يندفع لهم مصاري، بس المتظاهر اللي عم يطلع لحتى يتظاهر هذا اللي عم يندفع له 1500 ممكن يموت بأي لحظة. وهدول جماعة إدلب مضبوط إنه تركوا بيوتهم مشان 20,000 دولار وطلعوا عاشوا في المخيمات. شايف؟ يعني هذه الترهات اللي يقولها بشار الأسد وباقي حيوانات الغابة عنده والله أكبر من إنه يرد عليها الإنسان، فما نطيل في ذكر الرد عليها. القضية الأخرى، بقول لك بعض المؤيدين على قلتهم، يا أخي أعطوه إصلاح، أعطوه وقت بده يصلح الزلمة، أعطوه وقت. لك يا ابن الحلال نحن كل يوم عم نعطيه عم يزيد الدمار، كل يوم عم نعطيه عم يزداد الدم، ولكن بده يصلح بيوم، واللي بده بيخرب بيوم. يعني خرب بلد بيوم ما بصير يصلحها ب6 شهور، ما يعقل هذا الكلام. 2، في قضية خطيرة في قول الله سبحانه وتعالى تنطبق عليه وعلى غيره: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو شو بسميه إصلاح. بسميه إصلاح ليش؟ لأنه كله فساد، كله على بعضه فساد من فوق لتحت، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فلما بتقول له أصلح بفكر حاله عما يصلح، هو فساد لأنه كله من فوق لتحت فساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فقال لك ربك ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنحن نريد تعجيل إسقاط زواله هو ومن معه بكافة أطيافهم العفنة من أجل إيقاف الدمار وتقنين نزيف الدم لا أكثر، لأنه كل يوم بمر عما يزداد في الدم وعما يزداد في الدمار. والدليل على أنه مفسد يلجأ للكذب والتبرير. بعمرك شفت مصلح يلجأ للكذب والتبرير؟ المصلح مصلح لخير، صلاح معروف ما بدي برر وغطي. أما هو فيلجأ للكذب والتبرير. خذ على سبيل المثال التلفزيون السوري، على فكرة هذه كانت حلقة من كم يوم موجودة، ما هي نكتة مضبوطة. طالع واحد قبض عليه جيشنا الباسل أبو شحاطة حماة النظام،
قبض عليه وجابوه. فقال له: انتوا وين كنتوا تروحوا بالمصاري؟